الممبار في الكيس الحراري اختراع، ساعة زمن في الفرن هيطلع مستوي ومتحمر وعلى الأكل جاهز. في البولة حطيت البصل المفروم وكمان الطماطم اللي ضربتها ناعم والرز المغسول والخضرة المفرومة، بهرت بالملح والفلفل والسبع بهارات. أيوة الخلطة ني في ني. ضفت هنا زيت لأني ما لقيتش عندي سمنة، بس بالسمنة أحلى وأطعم. بس كده هاتوا الممبار بقى وابدأوا احشوه وما تملهوش على الآخر عشان ما يفرقعش زي ما بنعمل في الشوربة. تمام. وبعد كده هنا قررت أعمل منه جزء ممبار بوبس، ربطته بالخيط كده زي ما انتوا شايفين زي شكل السبحة بالظبط. هنجيب الكيس الحراري ونحط فيه شوية من البصل صغيرين وورق اللورة ونبدأ نرص الممبار بتاعنا ومن غير أي سوائل، بس ممكن نحط شوية السوائل اللي نزلت من الخلطة وهو هيتسبك وهيطلع مستوي والرز مفلفل كل حباية بحبتها. ربطت أكياس الحراري وفتحتها بالسكينة ورحت حاطة تحتها المية وعلى الفرن ساعة بالظبط، وهتشموا ريحة هتقلب البيت. بس كده افتحوه بقى كده وقدموه على طول، والبوبس تقصوه بالمقص علشان يبقى شكله كور صغنونة كده ورشة زيادة كده من الملح والفلفل، وقدموه بألف هنا.